اليوم مع فطومة. اليوم ان شاء الله بدأت ربي بمناسبة عيد ميلادي مش نعمل خبيزة جاتو دياري، مكونات بسيطة في الدار، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اول حاجة كما تشوفوا فصلت الصفار على البياض 4 بيضات، 120 جرام سكر، 20 جرام زيت، 20 جرام حليب، باش ناخذ شوية فاني، لهنا 130 جرام فرينة، باش ناخذ مغرفة نتاع قهوة، خميرة مرطبات، وبالطبيعة ما نساوش رشة ملح في البياض. اول حاجة نركزوا الابيض البيض، وبعد نبداو نضيفوا في السكر بشوي بشوي، دوب هكا يعمل لنا الرغوة الابيض، نبداو نضيفوا في السكر على 3 مراحل. البيض كما تشوفوا طلع معايا هكا بالباهي، نبداو نضيفوا في الصفار بالبيضة بالبيضة. بسم الله ونركز. خلي الصفار، نضيفوا كل 20 جرام زيت، ونضيفوا 20 جرام حليب، ونضيفوا الفاني مقدار مغرفة نتاع قهوة، نخلط مع بعضه. كملنا توا من الباتور، لهنا ناخذ مغرفة نتاع قهوة، خميرة مرطبات، ندخلها في الفرينة، قلنا 130 جرام فرينة دوما، ونبدا نضيف الفرينة شوي بشوي. بالطبيعة البنات نغربلها، انا مغربلتها وكي نجي نحطها في على الخليط نزيد نغربلها مرة اخرى، وندخلوها بالسياسة من لوطة واحنا طالعين فوق، بس ما نطيحوش القوام تاع الكيك نتاعنا. دوب هكا نحسوا الفرينة اختفت، نزيدوا الكمية اللي بعد. نضيف الكمية الكل، ندخلها كما قلنا من لوطة واحنا طالعين فوق. اول ما بديت نحط الفرينة حطيت الفور نتاعي يسخن البنات، حطيته على 180 درجة، صرت القهوة سخون. ما تنسونيش البنات في اللايك، في الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وبارطاج البنات لاصحابكم ولاحبابكم، بس تعمل فايدة، وتكتبوا القناة مع بعضنا ان شاء الله. دخلت الفرينة كما شفتوا الطريقة دي. لهنا خديت مول قدر نتاعو 20 سنتيمتر، غلفته بالبابي كويسون، نصبو توا الخليط هذا نتاعنا في المول. نحاول هكا نستوي على سطح المول الكل، نضرب هكا شوية على البلون دو ترافاي، نكبر باش فقاعات هكا يطلعوا، ونحط هذه توا في الفور نسخن كما قلت لكم على 180 درجة لنتبنا، ومن بعد نخرجوها ان شاء الله. الكيكه نتاعي سي طابت حمرت كما شفتوها وخذت اللون مزيان، خليها توا تبرد، بعد نخرجها من المول. ناخذ نحضروا توا مع بعضنا الكريم شانتيه اللي نحشيو بها الكيك نتاعنا. هنا ناخذ زبطات كريم شانتيه، نضيف عليهم 200 مليلتر حليب، نركب الكريم شانتيه. طلعت معايا كريم شانتيه كما شفتوا الطريقه دي. هنا البنات توا 250 جرام شوكولاته في 125 مليلتر كريمه سائله، وحطيتهم على الغاز لين ذابوا مع بعض هكا بالطريقه دي، وخليتهم. علاش عملت هذه؟ بس تبرد لنا، خاطر باش نصبوها على الكريم شانتيه باش ما تحناش. حراره الغرفه دي وبرا توا السخانه نتاعها ماهيش سخونه برشا، شوفوا فيها دريه وكاو. هذه توا نضيفوها هكا بالتدريج على الكريم شانتيه، شوي بشوي، ونركزوا لين نكملوا الكمية الكل. كما دخلت الشوكولاتة الكل، شوفوا القوام تاعها كريمي. هذه توا نحطها في الفريجيدير، نغطاها نحطها في الفريجيدير باش تشد روحها شوية، ومن بعد ناخذ نعملوا المونتاج نتاعنا. نجيو توا لمرحلة المونتاج. لهنا قصيت الجنواز نتاعي بعد ما بردت بالسمح، قصيتها على 3، حطيت الجزء الفوقاني بالكل حطيته توا باش نعمل مونتاج نحطوه من لوطة. لهنا عملت شوية شحور باش نسقي بيه الجنواز نتاعي. بسم الله نسقيوه بالسمح البنات، سبتينها طرية. هنا الكريم شانتيه حطيته في بوشادوي،
اما قبل ما نحط الكريم باش ناخذ المول اللي طيبت فيه الكيك ومش نحطه سبت جينا المونتاج. ناخذ كريم شانتي تاعي ونعدل. الأحسن البنات بالبوش هكايا سهلنا عملية المونتاج، اللي ما عندوش ينجم يحطوها بلاصة تكوني بالبوش هكايا أسهل وتجينا بكلها فرد دقيقة، مش بلاصة معبية بالكريم شانتي وبلاصة لا. نحط سباتيلا ولا مغرفة ونحاول هكا نستويها. إذا عندك فواكه ولا أي حاجة تنجم ترش هكايا من فوق تنجم ترش. أنا حبيتها سامبل هكايا كما قلت لكم الجود الموجود. بسم الله. نحط الدقة الثانية كيف نسقاها بالبونة دي نفس الطريقة نعملو كيف زاد. نحط الكريم شانتي ونستويها بالباهي ونحط الدقة الفوقانية والجينواز هذيا البنات نسقاها قبل ما نحطها كيف فوق، نسقاها بالطريقة نحطها من فوق بكل. هذه الدقة الوطنية نتاع الكيك البنات، ستجينا السطح نتاع الخبز الكاستو تاعنا جينا مستوي. نحاول هكا نضغط عليها شوية. ناخذو تاو نعملو كوش خفيفة على الاخر من فوق البنات، منعملوش حاجة كبيرة. مسحين برا كيف فوق، معناها مش كوش كبيرة من الكريمة. كملت استويتها بالشكل هذايا. طويتها البنات خليها ترتاح حكاية ساعتين كيكة في الفريجيدير وبعد نخرجها ونكملو نزينوها ونعملو لها الفينيسيون نتاعها. الكيكة خرجتها من الفريجيدير كملت كده نديرها الجناب نتاعها. هنا ذوب 150 شوكولاتة و50 جرام كريمة سائلة باش نديرو بها كيما الدمعات اللي بالشرب. بديت الجناب توا واش نكمل نصب الكميه الكل على الوجه تاع الكيك تاعنا. نسبيها بالسمر وتوا خديت الكوش حطيت فيه الدهن النوع هذايا باش نزين الوجه تاع الكيك. عملت وردة كيف بوست كما شفتوا. وللزينة البنات اختياري نجموا تحطوا اللي تحبوا. لهنا عندك عباد فيلا روشي نزينوا بها كيف بوست. بسم الله. ونحطوا عباد هكايا. بسم الله. وهذه خبزة الكاتو متاعنا كما تشوفوا تزيد بسيط وخبزة كاتو سهلة بسيطة بأبسط ما يكون بحاجات متوفرة في الدار. إن شاء الله تعجبكم تجربوها. وما تنسونيش البنات في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش في كل مرة كي نهبط رسالة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون دابا جديدين. تو بقالي كنقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.